أنا اسمي إيمان وعندي 37 سنة. مش ذنبي إن أنا جميلة زيادة عن اللزوم. المفروض إن جمالي ده يكون سبب فرحتي في الحياة، لكن للأسف كان العكس تماماً. هو اللي سبب لي تعب عمري كله. من يوم ما تقدم لي جوزي وكل الناس حسدتنا عليه. هو كان وسيم وشيك جداً، في نفس سني، ظروفه كلها تمام، عنده بيته، عربيتك وكل حاجة. قالوا لي انتي عشان جميلة اتجوزتي جميل زيك. صدق المثل اللي بيقول اللي بتحسده الناس بتعزيه. بعد أول شهر جواز كان أجمل شهر في حياتي. حسيت إني سعيدة ومبسوطة جدا. أنا زي أي ست، مش عايزة أكتر من معاملة كويسة وكلمة حلوة. لكن فجأة كل حاجة اتغيرت. كانوا شلوه وجابوا حد تاني. بقى شكاك فيا طول الوقت ومفيش أي ثقة بينا، ولا أعرف ليه. واحدة يوم حصلت بينا مشكلة، صوتنا عالي شوية. الجيران تدخلوا عشان هو عصبي جدا، ولما سألوه إيه اللي حصل ما قدرش يقول. لو قال السبب الناس كانت هتضحك عليه. السبب؟ إني عملت أكلة مش بيحبها، وهو ما قاليش إيه اللي عايزة. طبيعي كل واحد فينا حاجات بيحبها وحاجات لأ. ما كانش الموضوع يستاهل كل المشاكل دي. يسمع بين الجيران. عديت الموضوع وقلت يمكن زعلان من الشغل، لكن المشكلة استمرت وازدادت. قررت أطلب الطلاق. هو رفض، وأنا كنت حامل في الشهر الرابع. في يوم وهو مش موجود، أخدت شنطة هدومي ورحت عند والدتي. سألوني، حكيت لهم كل حاجة. قررت انفصل. ناس كتير حاولت تصلح بينا. رجعت بعد ضغط كبير ووعدني إنه هيتغير، لكن بعد فترة رجع أسوأ من الأول. بقى شكاك بطريقة مش طبيعية. كل ده بسبب إن جارنا ساعدني أوصل شنطة تقيلة للبيت وأنا حامل. هو شافهم بالصدفة وعمل مشكلة كبيرة جدا وطردني من البيت. الناس اللي شافت الموقف شرحوله الحقيقة. جايز يعتذر، لكن قررت مستحيل أرجع تاني. رجعت لأهلي وظروفي صعبة، وبدأت رحلة التضحية بابني. هل هقدر أعيش من غيره؟ تابعوا الجزء القادم. الحياة عند أهلي ما كانتش أحسن حاجة. ظروفهم ضيقة، وهم كانوا فاكرين إنهم خلاص خلصوا من مسؤولية البنات. لكن ما عنديش حل تاني. قررت أقعد عندهم. الموضوع كان صعب جدا، خصوصا وأنا حامل. طليقي كان يبعت مصاريف الولادة أول سنة بعد ما ولدت، وبعد كده فجأة قطع الفلوس خالص. والدي ووالدتي بدأوا يتضايقوا من مصاريف الولد، وهو محتاج رعاية. أنا ما كنش ينفع أشتغل وأسيبه لأنه لسه صغير. صبرت لغاية ما كمل سنتين. في الفترة دي واحد تقدم ليا. رفضته رفض تام. شرطي الوحيد إن ابني يكون معايا، والمعاملة الحلوة له قبل ما تكون ليا. محدش وافق. كلهم عايزيني أسيب ابني عند والدتي. قلت مستحيل. فكرت أشتغل بعد ما ابني دخل الحضانة. كنت بروح الشغل ويرجع وهو مع جدته. بدأت أصرف عليه وعلى نفسي. عرفت إن طليقي يتجوز تاني، وكان بيبعت المصاريف عشان أرجع له. بس أنا مستحيل أرجع. كل اللي فارق معايا ابني. عشت حياتي كلها ليه وما يبقاش حد مشاركني؟ فضل ابني يكبر سنة ورا سنة، وأنا عايشة مع والدي ووالدتي. طول ما كان عندي دخل ومفيش عليهم حمولة، بالعكس كنت شايلاهم زيادة. براعيهم، بعمل الأكل، بديهم فلوس. وجودي كان مرغوب فيه. لحد ما ابني وصل 13 سنة، كنت مبسوطة جدا بشوفه بيكبر قدام عيني. وكنت ليه الأم والأب والصديقة. لكن للأسف كل ما كبر كل ما ابتعد. ما بقش يحكي لي حاجة ولا ياخد رأيي. كنت فاهمة إن ده طبيعي بسبب سن المراهقة. كنت بحاول أقرب منه، وفجأة كل الناس باركت لي على حملي الجديد. إيه ده؟ أنا حامل تاني؟ حاجات كتير بدأت تتغير في حياتي من غير سابق إنذار. أول حاجة، العربية اللي جوزي كان بيستخدمها طول الوقت بقيت عطلانة، وهو بقى يعاملني بطريقة صعبة جدا، عصبي، كلامه صعب. قلت أعديه لحد ما وصل عمره 17 سنة. في الوقت ده والدي ووالدتي توفوا. بقينا إحنا الاتنين لوحدنا. كل الناس اللي كانت بتتقدم لي كنت برفض. الكل عارف إني مش هتجوز عشان خاطره. ابني كبر وبدأ يعاتبني على فشلي في جوازي، وظهور جار جديد يغير كل شيء. هل يكون سببه؟ تابعوا. ابني كان بيحب بنت أختي. بعد ما وصل 17 سنة، أنا كنت لسه بشتغل عشان أصرف عليه. بنت أختي تقدم لها عريس. أختي وجوزها وافقوا عليه، وشايفين إنه أفضل من ابني. الناس بتحاسبني وتقول الست اللي بتفشل في حياتها الزوجية ملهاش تقدير عند الآخرين. شايفين إني عشان مكملتش جوازي يبقى أنا ناقصني حاجة. كنت بزعل جدا من الكلام ده، لكني بتعديه عشان ابني. المشكلة إن ابني بقى يحس إنه متضايق من الكلام ده.
متضايق إني مش موجودة مع والده وإنه محتاج أبوه. عرفت بعدين إنه راح زار والده كذا مرة، لكن باباه ما استقبلوش كويس بسبب مراته الجديدة. بعد كده ما بقاش يروح هناك. ابني اتغير تماماً، خصوصاً لما بنت أختي اتخطبت للعريس التاني. هو ما قدرش ياخد اللي كان عايزها، حط عليا اللوم والعتاب. قال: بسبب إنك ما نجحتيش في حياتك مع أبوه، الناس شايفاني أنا كمان حاجة قليلة، وأنتي السبب. بعد كل الصبر والتعب اللي تعبته عشانه، الحواجز بينا زادت كل يوم. في يوم كان لينا جار جديد، شاب كويس جدا، بس أكبر من ابني بحوالي من 16 إلى 17 سنة. كان عاقل وحكيم في كلامه. بدأت أتكلم معاه، وده كان عن طريق أخته اللي كانت صديقة ليا. كانت تيجي تزورني من وقت للتاني. بدأ هو يتكلم مع ابني وينصحه. ابني تعلق بيه جدا، بقى يتقبل كلامه ويحبه، وفعلا بدأ يتغير في حاجات كتيرة. ابني قرب مني تاني، بقى يكلمني زي زمان، وبدأ يهتم بدراسته أكتر. حلم حياته يكون مهندس، وأنا كمان نفسي أشوف اليوم ده. فضلت أشتغل، لكن في يوم تعبت شوية. رحت أطمن على نفسي، لقيت نفسي تعبانة جدا ومش هقدر أكمل شغل. حكم السن مع مرور السنين والمسؤولية كلها حاجات بتجيب وقت لازم ترتاح فيه. الصحة ما بتقدرش تكمل في المشقة. في الوقت ده اتفاجئت بصديقتي أخت الجار جاية تقوله لي: أخويا ده منفصل عن مراته من سنين، ومعجب بيكي، وعايز يرتبط بيكي ويكمل معاكي باقي حياته. عنده بنت وأنا عندي ولد. قالت: تخلي بالكم من بعض، وبعدين انتي مبقتش تقدري تشتغلي، والشغل تعب عليكي. قعدت أفكر. كلامها منطقي جدا، أنا محتاجة حد يكون مسؤول عني. لكن لما ابني عرف، اتضايق جدا ورفض فكرة الجواز تماما. تشويق الجزء الرابع. ابني رفض جوازي، وساب البيت ومشى دون رجعة. هل أندم على قراري؟ تابعوا. مفيش أي حل تاني غير إني أحاول أصبر لغاية ما ابني يوافق ويقتنع بنفسه. مرت شهور وهو لسه على نفس الرأي. حتى الجار ده اللي كان عايز يتجوزني حاول يكلمه وينصحه، لكن ابني ما بقاش يقعد معاه. بقى طول الوقت من الدراسة للبيت ومن البيت للدراسة، ملهوش أصدقاء، ما بيتكلمش خالص، حاطط كل همه في المذاكرة. أنا فضلت أشتغل يوم ورا يوم، حابة أخد إجازة، حابة أستريح، لكن المشكلة إني عارفة ومتأكدة إن هيجي يوم ومش هقدر أكمل في الشغل والتعب ده. فكرت أتجوز وأعمل اللي أنا عايزاه وما أفكرش فيه هو كتير. أنا فكرت فيه سنين، وهو عمره ما فكر ولا ذكر أي حاجة من اللي عملتها عشانه، إلا لما يعاتبني ويحاسبني. لما اتجوزت وهو عرف، مشي وساب البيت. عرفت إنه قاعد عند واحد صاحبه، وإنه زعل جدا من ارتباطي. كنت متأكدة إن ده قرار سليم، وإنه هيزعل شوية ويرجع. لكن مرت شهور، كل ما أسأل عنه ما يرضاش يقابلني، كل ما أكلمه ما يرضاش يرد عليا. حياتي بقت أصعب ما كانت بكتير. الشغل بالنسبة لي كان صعب، لكن ابني جنبي كان أهون من إنه يبقى بعيد وأنا معرفش عنه حاجة. جوزي الجديد بدأ يزعل ويتضايق مني، عشان طول الوقت مشغولة بابني وبدور عليه، ومن ساعتها وأنا مش عارفة أوصل ليه. في يوم رحت أسأل عليه في الكلية، عرفت إنه ما كملش آخر سنة كان سايبني فيها. عرفت من صاحبه إنه سافر وهو زعلان جدا. من ساعتها وأنا مش قادرة أسامح نفسي، متضايقة جدا من اللي عملته. بس صدقوني، اللي عملته ده كان غصب عني. ليه؟ عشان أنا ما بقتش قادرة أتحمل الشغل والمسؤولية والتعب كل ده. غير كمان إن جوزي الجديد مهتم بيا، بيراعيني وشايل مصروف البيت والمسؤولية. يا ترى اللي عملته كان صح ولا غلط؟ ساعات ألوم نفسي، وساعات لما أبقى تعبانة وألاقيه جنبي أبقى مبسوطة وسعيدة وأقول: لا، ده كان الصح. ابني تعبت عليه سنين طويلة عشان أبقى مطمنة عليه ومبسوطة، بس في نفس الوقت كنت أحس إن فيه شبه كبير من أبوه. طول الوقت مش مقدر الصبر والتعب اللي عملته عشانه. خفت إن في يوم يتجوز ويستقر وأنا ملقاش حد جنبي. جوزي الجديد بيحبني، بس ابني رجع يتصل. خالته ساعدتني أوصله، لكن شرطه صادم. تابعوا. قلت أكيد هحتاج شخص يراعيني. بنت جوزي الجديد، زوجة ابني يعني، الصراحة بنت مؤدبة وجميلة جدا. طول الوقت بتعاملني معاملة كويسة، وبجد أنا مبسوطة بوجودها معايا. بيريحوني ويسمعوني وحواليني من الوحدة، وأنا مش بحب الوحدة خالص. دلوقتي ابني مش راضي يكلمني ولا يسأل عني. فكرت كتير إني أتصل بيه زي ما اتجوزت، بس برد وقلت يمكن ده مش هيفرق معاه كتير. حتى لو عملت كده
أكيد مش هيكون مقدر. حاولت أوصله عن طريق أي حد أعرفه، لكن مش عارفة أوصله خالص. واحدة يوم اتفاجئت إن خالته اللي هي أختي بتكلمني. قالت لي: أنا سمعته بيكلم حنان بنت الجار مثلاً، وأخدت منه الموبايل. عرفت إنه شغال وكويس ومبسوط، لكن خايف يكلمك عشان يكون زعلانة منه وهو ساب فترة طويلة ومسالش عليكي. أترجيتها ساعتها وقلت: أديني النمرة. لما كلمته لقيته كان زعلان جدا، لكن ساعتها بدأ يقتنع بفكرة الجواز. لكن قال لي جملة صدمتني: أنا مش هرجع أعيش معاكي تاني طول ما هو موجود في البيت. لو هو مش موجود هقدر أرجع وأستقر، لكن مدام جوزك موجود مش هينفع أرجع عندكي. أنا دلوقتي في موقف حيرة بين ابني وجوزي. ابني اللي تعبت عليه سنين واللي ساب البيت وسافر عشاني، وجوزي اللي مهتم بيا وشايل عني المسؤولية وبيراعيني. كل واحد فيهم عايز حاجة مختلفة. ابني عايزني أختار بينه وبين جوزي، وجوزي عايزني أكون معاه وهو اللي بيصرف عليا دلوقتي. الصراحة إني تعبت، مش عارفة أعمل إيه. أحياناً بحس إني ظلمت ابني لما اتجوزت من غير ما يحس، وأحياناً بحس إني لو سبت جوزي دلوقتي هبقى لوحدي تاني، ومش هقدر أشتغل زي الأول ولا هقدر أعيش. الموقف بقى معقد جداً. ابني طلب مني بشكل واضح، إما هو وإما جوزي، مفيش حل وسط. قال: طول ما هو موجود أنا مش هدخل البيت ده تاني. طب أنا أعمل إيه؟ أسيب جوزي عشان ابني اللي سابني سنتين وما كلمنيش، ولا أتمسك بجوزي اللي معايا دلوقتي وأفقد ابني للأبد؟ القرار الصعب بين زوجي الذي يحتويني وابني الذي رحل بسبب اختياري. ماذا سأفعل؟ وماذا تنصحوني؟ تابعت النهاية. بعد ما ابني رفض يعيش معايا طول ما جوزي الجديد موجود، بقيت في حيرة، مش عارفة الطريق الصح. كل يوم بفكر، وكل يوم الندم يزيد من ناحية والرضا يزيد من ناحية تانية. أنا دلوقتي عايشة مع راجل مهتم بي، بيصرف عليا، شايل كل حاجة عني. طول عمري وأنا شايلة مسؤولية نفسي وابني وأهلي. دي أول مرة في حياتي أحس إن في حد بيخاف عليا وبياخد باله مني. جوزي ده منفصل من سنين، عنده بنت مؤدبة والبيت كله هادي ومستقر. مش عايز مني حاجة غير إني أكون معاه وأرتاح. أما ابني راح وسابني سنتين، ما كلمنيش ولا سأل عني. راح سافر وما كملش دراسته عشان زعل من جوازي. طيب أنا كنت هعمل إيه؟ كنت هفضل أشتغل لغاية ما أقع؟ كنت هفضل أعاني وأنا وحدي عشان هو رافض فكرة إني أتجوز؟ هو عنده حياته دلوقتي، شغال مبسوط، لكن مش عايز يرجع إلا لو جوزي مش موجود. خالته لما ساعدتني أوصله قالت لي: هو بيحبك، لكن زعلان وعنده كبرياء. طيب وأنا ما عنديش كبرياء؟ أنا تعبت وسهرت وشحت عشانه. روحت له بيوت الناس أدور عليه، وأول ما لقيت فرصة أرتاح أخدها عليا ويروح. في الآخر قررت أستشير. سألت صاحبة لي كبيرة في السن، قالت لي: ابني أحن ليك من أي حد، لكن لو سبتي جوزك دلوقتي عشانه بكرة يتجوز ويمشي، تفضلي لوحدك تاني. خدي اللي يرتاح بالك معاه دلوقتي. ابنك لما يهدى هيرجع حتى لو زعلان. دي أمه في الآخر. وفعلا أنا مائلة إني أكمل مع جوزي، مش عشان مش بحب ابني، بالعكس بحبه أكتر من أي حاجة، لكن عشان أنا تعبت، عشان أنا محتاجة حد جنبي، عشان ابني كبر وعنده حياته، وأنا كمان ليا حاج أعيش. لسه ما خدتش القرار النهائي، لسه بفكر. كل ما أشوف ابني في عين عقلي قلبي ينفطر، وكل ما أشوف جوزي جنبي وأنا تعبانة بحس بالأمان. يا ترى إيه الصح؟ أسيب أماني عشان ابني زعلان ومشى؟ ولا أكمل مع رجل بيخاف عليا وأدعي إن ابني يرجع يوم ما يكبر ويعقل؟ النهاية المفتوحة. أنا محتاجة رأيكم. انتوا لو مكاني هتعملوا إيه؟ أكمل مع جوزي ولا أحاول أرضي ابني؟ قولوا لي بصراحة. أنا مش عارفة أعيش كده، محتاجة حد يوجهني.